السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم مليحة. انا صافي الحمد لله. اليوم جيتكم بفيديو جديدة طاولة ثاني يوم من شهر رمضان. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، ان شاء الله نكون شهيدكم كامل في الجنة يا رب. كما شفتوا لا فيديو سابقة كانت طاولة أول يوم رمضان، يعني أطباق اقتصادية، أطباق بسيطة، يعني راح تكون في كل بيت جزائرية. لهنا البنات حبيت نجيكم بهاد الوصفة تاع لاباط تاع البيتزا. لاباط بزاف هايلة وبزاف سهلة وخفيفة، أنا ننصحكم بيها باسكو هذه تاني مرة يعني راني نديرها، وعندي شحال ما درتش البيتزا وما شفتوش معايا لي ديتاي كامل. حبيت نشاركها معاكم يعني عادي بكل الحب. الا هنا شوفوا كنت درت زوج كيسان تاع الفرينه وربع كاس زيت وكاس تاع سميد رطب، والكاس ما عمرتوش كامل يعني خليت منه غير شبر، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع الخميره تاع الخبز، مغرف صغيره تاع الملح. نخلطوا كامل النواشف، من بعد نديروا هذاك 4 كاس تاع الزيت. شوفوا يعني مقادير مضبوطه، تابعوا كامل هاد المقادير، نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها باسكو بزاف سهله وراح تشوفوا باللي بنينه وخفيفه. تابعوا لا فيديو للاخر راح تشوفوا النتيجه تاعها كيفاش كانت. وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو البنات ما تنساوش تخلوا لي الاشتراكات تاعكم اللي مازال ما اشتركتش معايا، وما تنسونيش بلي جام ولي كومونتير شابين اللي تضلوا تخلوهم لي، ان شاء الله ربي يخليكم ليا. انا نفرح بزاف كي نقرا لي كومونتير تاعكم باسكو راح نتوما اللي راكم تحفزوني. من داك نولي للوراء، من داك نخمم اني نعتزل من اليوتيوب، بصح كي نشوف كامل التعليقات تاعكم والدعم تاعكم والحب تاعكم لقناتي، صدقوني بالله غير نقول جامي اللي راح نخديهم باسكو والفتكم بالبزاف. ان شاء الله ربي يخليكم ليا، وان شاء الله بكم نتوما راح تكبر قناتي. لهنا كيما شفتوا البنات قلت لكم لاباط هديه بزاف سهله وبنينه. كنت خلطت كامل هذوك النواشف، من بعد كنت درت 4 كاس تاع الزيت كيما شفتوه، حركته مليح مليح باش دخل كامل هذاك الزيت في المكونات. ولا هنايا حكمت الكاس كنت درت فيه مدافي، يعني عمرته بالمدافي. هاد لاباط باش تلمت لي كامل حكمت لي قيس كاس ما دافي، ما يكونش بارد وما يكون سخون بزاف. قلت لكم ما دافي باش تخمر لكم مليح لاباط تاعكم. لهنايا كي لميتها كامل حطيتها في الريسيبيون وخليتها ترتاح ل 15 دقيقه. شوفوا 15 دقيقه تماما، يعني ما تزيدوا ما تنقصوا باسكو راح تلقاوها خمرت وتضاعف كامل القوام تاعها. لهنا حكمت السنيوه تاعي اللي راني حنطيب فيها، نتوما حبيتوها مدوره ولا كاري ولا كيما تحبوا نتوما. دهنتها كامل بالزيت، من بعد حطيت فيها لاباط ديالي وبديت نثقب فيها كامل بالفرشيطه هكا باش كي تخمر لي راح النفس تاعها هذاك ما راحش يقعد فيها. زدت غطيتها وهي في السنيوه وخليتها ترتاح لمده 15 دقيقه. صدقوني لو كان راح تتبعوا نفس المقادير ونفس الخطوات راح تجيكم واحد الطريقه وواحد الريزولطه بزاف سهله، وتحسوها باللي نتوما تاني راح تجيكم سهله. لهنا كانوا عندي زوج حبيبات تاع الطوماطيش، نحيت لهم كامل القشره تاعهم ورحيتهم. قبل ما نرحيهم كنت درت لهم الملح والفلفل الاسود كما شفتوه. من بعد لهنا حطيت سنينه تاع الثوم تاعي يتقلى، ودرت لهم هذيك الطماطيش، مغرف طماطم مصبره والزعتره وزوج ورقات تاع الراند. شوفوا الراند والزعتره في لاصوص طوماط راح تبنن الماكله وراح تكون بنينه وريحتها بزاف هايله. ما خليتهاش كامل يعني فوق النار، وما درت لهاش نار قاويه، يعني على نار قليله، وما خليتهاش بزاف وهي فوق النار هكاك باش ما تشربليش الماء تاعها، باش نقدر نمشيها فوق لاباط ديالي. الا هنا كيما راكم تشوفوا يعني درت كميه قليله، نحيت هذيك الزعتره والرند هكايا باش نمشي كامل هذيك لاصوص ديالي. شوفوا كاين اللي يشروها لاصوص طوماط من برا وكاين اللي يخدموها في الدار، بصح انا ما نكذبش عليكم انا هذيك تاع برا ما نحسهاش كامل بنينه. ما على باليش علاش كنا نشروها في دارنا، يعني انا ملي تزوجت مازال كامل ما شريتهاش، بصح في دارنا نشفى كنا نشروها صراحه ماشي كامل بنينه، ماشي كامل كيما تاع الدار. ما على باليش اسكو ما يديروهاش الزعتره وما يديرولهاش الرند، باسكو لا صوص طوماط تاع البيتزا لازم يكونوا فيها هاد الصوالح باش راح تحسوها باللي صح بنينه وصح صوص طوماط تاع البيتزا. دونك انا جو بريفير نطيبها في الدار هكا وندير غير كميه قليله، يعني نهار اللي نكون حنطيب البيتزا ولا حاجه هذيك اللي حنسحق فيها لاصوص طوماط، هذاك النهار اللي راح نطيبها ما نحبش نخليها تبات ولا نكونجليها ولا نديرها في لي بواط هذوك ونخليها. نحب النهار اللي نكون حنطيبها نلقاها واجده.
دونك لهنايا التزيين اختياري كما نقول لكم انايا، واش حبيتو ديروا لها، يعني واش كان عندكم في الدار ديروا ليسونسيال بيتزا والبنه تاعها تكون بنينه. لهنا كان عندي الطون هذاك تاع الزيت كيما على بالكم طوني كامل اللي انا راني نستعمل فيه بزاف بنين. درت لها الزيتون هذاك المثقوب، وهنايا كنت ندير لها في الشيدار هذاك اللي كنتو شفتوه معايا، هذايا بزاف مليح. شوفوا قلت لكم هذه لا بروميير فوا اللي راني ندير به. نهار اللي رحت شريته قال لي من الحانوت هذا مليح اديه وما راحش تندمي. دونك كي درتو في البيتزا ما نكذبش عليكم كنت خايفه انه ما راحش يذوب لي وما راحش نحسها هكا تجبد، ونحس هذاك الفرomاج تاعها كامل يتجبد معاها. بصح صراحه دوك تشوفوا النتيجه داب لي كامل فوق هذيك البيتزا وبزاف بزاف بنين. كنت شريته غير 20,000 لهذيك البوله الصغيره. لهنا كنت حمرتها مليح مليح من تحت وزدت حمرتها من الفوق. انا كنت موالفه ندير لها في لي كوتي الزيت ولا الحليب هكا باش يتحمروا كامل لي كوتي. بصح لهنايا كنت نسيت ما درت لهاش، والحمد لله كانت حمارت كامل في لي كوتي باسكو انا الزوج تاعي يحبها هكاك حمرا في لي كوتي. ان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه. ولا هنا الاطباق تاعي يعني اطباق بسيطه وسهله وخفيفه وبنينه. كنت شرملت الكبده، درت لها كبده مشرمله بالثوم وليزيبي شويه كمون وشويه تاع الفلفل الاحمر شويه تاع فلفل الكحل ومغرف تاع طماطم مصبره. درت لها شويه تاع الماء وخليتها طيب غطيت عليها هذيك المقله تاعها هكايا باش تطلق لي كامل هذاك الماء. والشربه كيما على بالكم انا ندير شربه تاع 3 ايام هكا باش تقعد لي ماشي توجور راني نطيبها. قليت البوراك ديالي وكنت وجدت لا سالاد. وهذه هي الطاوله الاقتصاديه. الحمل حلو كان قعد لي، يعني انا تاني تقعد لي ماكسيموم واحد السمانه باسكو يعني انا ناكل فيها غير انا والزوج تاعي. وكما على بالكم الحمل حلو راح يشد كامل هذيك السمانه الاولى تاع رمضان. هذه هي البنات الطاوله تاعنا تاع نهار اليوم. هادو هما الاطباق اللي كنت درتهم وجربتهم وشفتوهم معايا. قولوا لي رايكم في كومونتير، ان شاء الله نكون شهيتكم كامل في الجنه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع البيتزا، واللي جربتها ولا اللي جربها تخلي لي كامل في لي كومونتير الراي تاعها وتقول لي اسكو صدقت لها وجاتها مليحه ولا لا. هنا كنا وصلنا لنهايه لا فيديو. ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله كنت خفيفه معكم. راح نتلاقاو في فيديو جديده. سلام.